اليوم ربيان مشوي بصلصة الليمون. تابعوا الطريقة كاملة في البوست القادم، وإذا حابين تطلبون الولاعة تقدرون تحصلونها على موقعي الإلكتروني متوفرة بعدة ألوان. ربيان مشوي بصلصة الليمون. يلا نشوف الطريقة. بالبداية راح ناخذ الربيان الجامبو، نشيل منه الأرجل ونفتحه من البطن بهذا الشكل، نشيل خيط الرمل ونغسله عدل بماي بارد. بالخلاط ربع شدة كزبرة، نص ملعقة ملح وكمون وكزبرة وفلفل أسود وبابريكا، ملعقة كبيرة خردل، ملعقة كبيرة وورشستر، ملعقة كبيرة عصير ليمون، ملعقة كبيرة صويا صوص، ربع كوب زيت زيتون و3 فصوص ثوم. نمسح الربيان بالتتبيلة وراح نخليه بالثلاجة لمدة ربع ساعة، بعدها نسخن مقلاة فيها شوية زيت ونشوي الربيان لمدة 8 دقائق لين يستوي. الصوص نسخن نص غالب زبدة، عليه ملعقتين كبار من الطحين و250 ملي من الحليب، نحرك عدل. بعدها عندنا مكعب ماجي أورجانيك نذوبه بربع كوب من الماء الحار، نصبه على الخلطة، ننزل ملعقة من عصير الليمون وملعقة من الشبنت الفريش، رشة ملح وفلفل أسود وربع كوب من الكريمة، نحرك وبكذي الصوص يكون جاهز. نوزع الربيان في طبق التقديم ونوزع عليه صلصة الليمون اللي سويناها ونحمرها بالولاعة هذه المخصصة لتحمير الأطعمة. تحصلونها في موقع الإلكتروني، رابط الموقع فوق بصفحتي في البايو، توفر بعدة ألوان وتقدرون تتحكمون بالحرارة. وبكذي الربيان المشوي صار جاهز. حالاته تقدمونه وهو حار، وحالاته وقت التقديم تحمرون الربيان بالولاعة. طبقوها وعليكم بالعافية.